الساعة 12 الظهر، قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الحكومية استقبل طفل اسمه سيف عنده 4 سنين. الدكتور يفحصه بسرعة ويبص للأب والأم ويقول البقاء لله. طفل ميت بقاله ساعة. الدكاترة لاحظوا حاجة غريبة، طفح جلدي في معظم أجزاء جسمه. وفي نفس اللحظة المستشفى بلغت الأمن فورا، لأن اللي قدامهم مش وفاة طبيعية، دي شبه جريمة قتل. نوال الغيرة القاتلة في صندوق الحكاوي مع محمد أدري. 2015. كريم مهندس في شركة مقاولات، عنده 28 سنة، متجوز من منى عندها 26 سنة، وعايشين في شقة في منطقة راقية. كريم ومنى عندهم طفل اسمه سيف عنده 4 سنين، وعندهم بنت زي القمر اسمها ليلى عندها 2.5 سنين. كريم شغل متعب، لكن كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يوفر عيشة كريمة لأسرته. منى كانت موظفة حكومية، والكل كان بيحلف بأخلاقها، وكانت بتساعد الكل لوجه الله. من كتر ما منى كانت بتحب الخير، كانت مخصصة جزء كبير من مرتبها على الأطفال الأيتام. أهل المنطقة والجيران الكل كان بيحب منى. كريم عنده أخت اسمها نوال. نوال كانت أكبر منه ب4 سنين. نوال كانت مطلقة وما بتخلفش، وبرغم إن عندها شقة لوحدها، بس كريم رفض إنها تعيش في الشقة لوحدها، خلاها تعيش معاهم. ومنى عمرها ما اشتكت، كانت بتتعامل مع نوال كأنها صاحبة بيت، بتساعدها وتخدمها، وعمرها ما قصرت معاها في حاجة. للحظة الأولى كان ممكن تتخيل إن نوال أخت طيبة، بس الحقيقة كانت عكس كده خالص. نوال كانت بتغير من منى بشكل مرضي. هي بتشتغل وأنا لأ، هي متجوزة وأنا لأ، هي بتخلف وعندها أولاد وأنا لأ. كل يوم كانت بتشوف منى وسط بيتها وعيالها، وتشوف جوزها إزاي بيدلعها وبيحبها، وإزاي عندها أولاد وحياة حلوة. والغيرة كانت تكبر لغاية ما بقت حقد، والحقد بقى يكبر لغاية ما بقى فكرة، والفكرة بقت تكبر لغاية ما بقت خطة، والخطة فضلت تكبر لغاية ما بقت جريمة قتل. ومرت الأيام ونوال بدأت تخطط. كانت ذكية جدا ومحدش ملاحظ عليها حاجة. دايما تضحك في وش منى وتلعب مع سيف وليلى، وتقول لكريم مراتك ست جميلة ربنا يخليها لك. لكن جواها كانت بتفكر ازاي تدمر حياة منى عشان تختفي من الصورة ويفضل كريم ليها وبس. وده مش حب ولا تعلق بكريم، ده حقد وكره لكريم والمنى. في يوم نوال عرفت ان منى مسافرة البلد مع والدتها عشان واجب عزاء. قالت ان دي اللحظة المناسبة. بالصدفة قرت عن نوع سم معين بيظهر في الجسم اعراضه بعد 12 ساعة، وفي نفس الوقت ما بيبانش في التحاليل زي السموم العادية. ودي كانت الخطة المثالية لنوال، ان منى تشرب السم جوه البيت، وبعد ما تسافر يبدأ السم يشتغل، وبكده كل الاتهامات تكون بعيدة عنها. عملت عصير البرتقال بإيديها وحطت السم جواه. كانت ناوية إن منى تشربه قبل السفر، وبالفعل اديتها الكوباية بنفسها وقالت بابتسامة اشربي قبل السفر عشان الطريق. ابتسامة خبيثة وها كره وحقد. منى خدت الكوباية وشكرتها، وافتكرت نوال إن الخطة نجحت. لكن اللي نوال ما شافتهوش إن منى خدت الكوباية وحطتها جنبيها ومشربتش منها حاجة، وحطت العصير في التلاجة وسافرت. عدت الساعات، نوال قاعدة في البيت مع الأطفال. ليلى كانت بتلعب، وسيف صحي من النوم عطشان. فتح التلاجة، شاف كوباية العصير، شربها كلها. نوال خرجت من أوضتها وشافت سيف ماسك العصير في إيده. ساعتها فهمت إن اللي شرب العصير سيف مش منى. بعد أقل من ساعة سيف بدأ يتعب، ووشه بدأ يورم، وجسمه بدأ يضعف، وقال بصوت طفل ضعيف مكسور يا عمته أنا تعبان. نوال خافت. هي كانت عايزة تقتل منى، مش عايزة تقتل سيف. وبدل ما تفكر تنقذه، خافت على نفسها. لو راحت المستشفى كل حاجة هتتكشف. خدته بسرعة، نيمته على سريره وغطته. لكن سيف بدأ يتألم ويتوجع، وهي كانت واقفة مش عارفة تعمل حاجة. وبدل ما تطلب الإسعاف، دخلت المطبخ، غسلت الكوباية ومسحت أي أثر للي كانت بتعمله، ورجعت له لحد ما جسمه سكن تماما. وساعتها عرفت إن سيف مات. وبعد شوية كريم رجع البيت وسأل سيف فين. نوال بكل ثبات وبكل برود أعصاب قالت له سيف نايم، لعب فتعب فدخل ينام. كريم دخل أوضة سيف، بص عليه من بعيد لقى نايم، فاطمن ومشي. الساعة 11:30 رجعت البيت، سألت على أولادها، ندهت عليهم. ليلى ردت وجريت عليها حضنتها. نادت على سيف ما بيردش، نادت عليه مرة كمان برضه ما بيردش. دخلت على أوضته، ولما فتحت الباب ودخلت عليه صرخت. سيف كان ممدد، وشه وارم، وجسمه بارد، وكان قاطع النفس.
كريم جري شاله وطلعوا على المستشفى. الدكاترة أول ما شافوا سيف وبدأوا يفحصوه عرفوا إن اللي عنده ده حالة تسمم، وتأكدوا كمان إن في شبهة جنائية، عشان كده بلغوا الأمن فورا. الأمن بدأ يحقق، وأول سؤال مين كان مع الطفل؟ والإجابة كانت واحدة من الكل، نوال. في البداية أنكرت وقعدت تبكي وتقول أنا بحبه زي ابني ومستحيل أعمل كده. بس المباحث كانت ملاحظة حاجة غريبة، نوال كانت متوترة قوي زيادة عن اللزوم. وعشان مفيش جريمة كاملة، المباحث خدت تليفون نوال وفتشت فيه حتة حتة، ولقوا إن هي كانت داخلة على مواقع وكتب بتتكلم على نفس نوع السم اللي سيف مات بيه. ولما ضغطوا عليها بالمعلومات الجديدة قرت واعترفت بكل حاجة. انهارت نوال، بس حتى وهي منهارة جبروتها مراحش. قعدت تصرخ وتقول أنا ما قتلتش سيف، أنا كنت عايزة أقتل منى، هي اللي قتلت سيف عشان ما شربتش العصير. الضابط والمحققين كانوا مصدومين من كلامها، بعد كل اللي عملته ده لسه عايزة تأذي منى. وفي 2016 المحكمة حكمت على نوال بالإعدام، وكريم ومنى عاشوا بوجع طول عمرهم، لأن أصعب أذية اللي بتكون جايالك من أقرب الناس. ودي كانت حلقة النهاردة من صندوق الحكاوي، معي أنا محمد أدري.